ولما كانت الحلقة 45 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد كخيال حائم في هذا الجو الحالم، وحولها أسرار وعوالم، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم جعلت تنص الكلام وتربط الحوادث والأيام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الدليلة المحتالة استبطأت بنتها زينب النصابة، فقامت تدب دبيب النمل وبدأت تضرب تخت الرمل، وقبل أن تعرف الجواب فتح عليها الباب، فإذا بنتها ووراءها أحمال على 3 جمال. فنظرت الأم إلى البنت نظرة أغنت عن السؤال، ونظرت البنت إلى الأم نظرة أغنت عن المقال، حتى إذا وضعت الأحمال وانصرف الجمال والحمال، قامت الدليلة فأغلقت باب بيتها وأقبلت على بنتها. انت عملت ايه يا زينب؟ أنا عملت اللي ما عملتوش انت ياما. ايه؟ انت نصبتي على مرات المقدم. لطشت صيغتها. أنا بقى نصبت على المقدم نفسه. ايه؟ احمد الدنف. أحمد الدنف. عملت ايه؟ قشطته وقشطت رجالته. بنت امك يا زينب، والله خلفت يا دليلة. انا دليلة وانت زينب، وهو احمد الدنف وحسن شومان. دي حرب بين الرجال وبين النسوان، انا وهم والزمان. كان نفسي تتفرج عليهم وهم نايمين زي الفسيخ متسلبطين، 40 راجل وراجل، كل راجل زي العجل. 40 راجل وراجل، مفيش فيهم ولا راجل. خلي السلطان عنجر يبعتر ويتفنجر. ده انا هفرج عليهم أمة السائلين اكتر من اللي شافوه. وهم شافوا ايه؟ انت عملتي مقلب كبير، لابد اعمل مقلب اكبر منه. وهتعملي ايه؟ اللي ربنا يقدرني عليه. وش عرفك ان اسمها دليلة؟ الحمار اللي شافها هو عارفها؟ الوحيد اللي يعرفها. طب ما تجيبوه يقول لنا وعلى متواها يدلنا. مفيش فايدة بالمرة، دي دليلة والأجر على الله. طب ما نعمل معاها هدنة يا ريس. كلم كويس، تعوزنا أعطلها دماغي، دي كانت تجيب داغي. أنا أحمد الدنف وهي دليلة، وبيننا أيام وليالي طويلة. واضح نيشة. نعمل يا ريس. هات الدواء والريشة. انت هتعمل ايه يا مقدم؟ أنا هجيب المية للنار وأطلع القط للفار وأوريها النجوم بالنهار. إذا كانت دليلة حية هجيب لها الحاول اللي يكسر سنانها. مين ده يا مقدم؟ دلوقتي تعرف يا قايم. واضح نيشة. الدوايا هي والريشة. هات الرمالة وتعالى خط لي مكتوب واوصف الحالة. اكتب عندك من المقدم أحمد الدنف إلى أكبر صبيانه. أكبر صبيانه.
فتوة مصر فتح العصر ولدنا علي الزيبق المصري. علي الزيبق؟ الزيبق؟ مفيش غيره. احنا عندنا اخباره. هو اللي هيطلع الحية من وكرها ويكفينا شرها. كمل يا حنيشة. ايه امسك الريشة. قول يا سيد. بعد السلام واللازم منه، وحشتنا مقلبك المحبوكة وحيلك المسبوكة. المسبوكة. وفي عندنا مجال ما تسدش فيه رجال. رجال. فإذا وصلتك الرسالة والمرسال، المرسال. تشد الرحال وتحضر في الحال. في الحال. ومرسول لك جوابنا يا بطل، مع ولدنا علي كتف الجمل. كتف الجمل. فالأمل حضورك بالعجل. بالعجل. بس رمل الجواب طويل وتتوكل على الله وتقوم على مصر في المركب اللي قايمه النهارده العصر. ولما تبقى هناك اسأل الفتوات، مش هتلف كتير. علي الزيبق اسم كبير وفتوة شهير. امرك يا مقدم. خد دول علشان تصرف منهم. مع السلامة، ما تغيبش عليا. تروح في المركب اللي رايحة وترجعوا لي في المركب اللي جاية. اقفش، تعالي هنا. الله الله الله، الحمار. ايوه يا دليلة، الحمار اللي سرقت منه الحمار وخليتي عقله طار. استر عليا يسترك الستار. ده انا حكويكي بالحديد والنار. ما تفضحنيش، استر عليا. انت يا وش الاذية. الهي ما يغلب لك ولي. انا عايز حمار. اذا كان على الحمار، حمارك موجود فين؟ عند المزين اللي اسمه القسطى مسعود. تعال معايا وامشي ورايا واستر على الولاية. ربنا يستر وليانا. ما هو ده قضايا، وفر ازاي من قضايا. استنى هنا على باب الدكان اما اكلم لك الاسطى مسعود علشان يجيب لك الحمار. بس اوعى يكون فيها مقلب يمو المقالب يا دليلة. حضرتك الاسطى مسعود؟ اهلا وسهلا، ده انت شرفتي. الله، مالك يا امي؟ سماح يا سيدي سماح، انا وليا مكسورة الجناح. ما تبكيش يا والدتي. بختي واسمتي. ايه بس اللي انت عايزاه مني؟ شايف الجدع اللي واقف هناك على باب دكانك؟ ده ابني وطنا قلبي، ما حلتيش غيره. مسكين كان تاجر حمير وكان عنده حمير كتير. دي الشوطة نزلت فيهم ما سابتش ولا حمار. مسكين اتجنن عقله طار. يا كبد يا ولدي. لا حول الله يا ولاد. وعملتي ايه؟ جبت له واحدة ترقيه وزورته المشايخ وعملت له زار، ما سابش سيرة الحمار. وبعدين قالوا لي ابنك ما يطيبش الا اذا كنت تطلعي له ضرس العقل. اذا كان على كده تبقى هانت، هاتيه وانا اخلع له الضرس وابعد عنه النفس. يا ريت، بس مش هتقدر عليه. ما انا ساعة ما يخش عليا هقابله بالسلام والتحية، واغمز الصبيان يروحوا طابقين عليه وماسكين ايديه. هيصرخ ويزعق. يصرخ يزعق، يقول لك حماري. اقول له في داري اطمن انت وتوكلي على الله. تعالى تعالى اتفضل. ايوه، فين الحمار؟ لا حول الله، ده جنانه صعب قوي.
الحمار في الدار، اتفضل استريح جوه الدكان، اما ابعت لك حد من الصبيان. اتفضل اقعد هنا، يلا يا ولاد تعالوا سلموا عليه. يلا اهجموا عليه. ايه ده؟ امسكوا ايديه. انتوا بتعملوا ايه؟ ما تخافش حاجه بسيطه. هي اللي بسيطة. انت هتعمل ايه؟ ايدك يا راجل. امسك دماغه. اتك على صداغه. اوعى يفلت من ايدك. خلاص يا عم. يا مجرمين. الله امسكوا تاني، ده مش ضرس العقل اللي خلعناه، ده ضرس تاني. درش عقلي اللي هنخلعه لي. انتوا اتجننتوا ولا هتجننونا؟ كمان مش كتر خيرنا. احنا مالنا، والدتك هي اللي قايله لنا. والدة مين؟ امك اللي جابتك هنا. هي دي امي. امال دي دليلة المحتالة. دليلة المحتالة؟ دي حاجة تكفر. أنا مش شايفك إلا على السلطان عنجر، مش شايفك إلا قدام السلطان على السلطان. فلما دخلوا على السلطان عنجر وعرف منهم ما جرى تحسر وتكدر وشقشق وأهدر، وصار مثل البعير له شقشقة وهدير، وأمر بعقد الديوان وجمع المشاديد والجدعان من كل مكان. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 45 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.